حاليا وإلى غاية يوم الخميس المقبل معظم مناطق البلاد، وقد امتدت إلى المناطق الساحلية في انتظار أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيا الجمعة القادمة. في المناطق الغربية فقط المحرر يسجل صباح اليوم 46 درجة في خريبكا. أجواء ساخنة تغير من ملامح هذه المدينة، مظاهر الحركة تكاد أن تكون غائبة في ساعات النهار ليتحول الليل إلى متنفس. عبد الفتاح مومن. لا يمكن الاستغناء عنهما بالنسبة لسائق التاكسي هنا بمدينة خريبكا، حيث تصل درجة الحرارة 46 درجة. ينطلق عبد العزيز في العمل بحثا عن زبناء قد تدفعهم الظروف للخروج، لأن الحياة هنا تبدأ حقيقة حتى 9 ليلا. وقع هذه الماء هي ديما حدايا. ايوا تنوقفوا خطره. الطوموبيلات هي تريحوا الطوموبيله واحد شويه، وانت كما تشوف راه حركه شويه ناقصه، لان الناس ما تيخرجوش بالنهار حتى العشيه. من حسن حظ هؤلاء أن المسبح المحلي لبولونوار افتتح مؤخرا لتمكين أبناء المنطقة من فضاء ترفيهي يخفف العبء على مسابح المكتب الشريف للفوسفات التي أصبحت غير قادرة على استيعاب رواد المسابح. المده فاش كريناه وباش فتح درنا واحد صرعنا به بزاف، واحد المجهود كبير درنا باش يخدم في هذا الصيف، باش نهزوا الحمل على لي بيسين ديال المكتب الشريف في الفوسفات. والثمن درنا 7 دراهم على اساس باش يكون في ثمن في تناول الجميع. ومن بقي خارج المسبح ما عليه إلى الالتحاق بالحدائق العمومية التي تحولت لمزارات ليلية لا يغادرها سكان خريبكا إلا في الساعات الأولى من اليوم الموالي. تيبرد الحاره تنجيبوا الوليدات هنا، تنبقاو حتى لواحد الوقت ديال حتى منتصف الليل، تندوزونا غالبا واحد فتره كبيره، تنمشيو دابا للديور عاد كنصيبوا الديور سخوان بديك الحراره ديال النهار تتنعكس بالليل، يعني ما كنعسوا حتى لواحد الوقيته ديال 4 ديال الصباح، ولا هو غالبا كاين اللي ما تينعش. مع هذه الحديقه مزوينه برده، ما تنمشيو من هنا حتى ل 11 12 وكاين الامن. هذا ويرتقب أن تستمر موجة ارتفاع درجات الحرارة بمدينة خريبكا حتى نهاية الأسبوع الحالي، على أمل أن تتحسن الظروف الجوية في الأسابيع القادمة.